كانت تحلى الا بيه، ولا اي حاجه في الدنيا كانت تحلى الا بيه. خلاص كل حاجه حلوه اصلا راحت معاه. اولادنا نفسهم متعلقين بيه اكتر مننا. نقول ايه ان الله وانا اليه راجعون. هو عريس في الجنه، ما نقدرش نقول الا كده، هو عريس الجنه. حضرتك كنت حاضره الفرح امبارح؟ ايوه طبعا. ايه اللي حصل؟ ايوه طبعا، هو ما كانش فيه حاجه، هو كان كويس جدا، هو بس فجاه تعب شويه، جاله هبوط شويه، قال رجلي، هو ما قالش حاجه ثانيه، هو قال رجلي بس. قعدناه وقعد خلاص شويه، واصحابه قالوا لا قوم تاني وخلاص ومشينا، وان هو كويس مفيش اي حاجه. فجاه روحنا بيوتنا لقينا الخبر جالنا بعدها ما فيش نص ساعه او ساعه تقريبا، حاجه زي كده. بعد كده كان خلاص قضاء ربنا، كان خلاص اقوى من اي شيء تاني. السلام عليكم ومرحبا بكم. القصة اللي وقعت مع اسماعيل عبد الصمد كانت صادمة وصدمات بزاف ديال الناس. اسماعيل كان شاب عنده 27 عام، خدام برا مدة 5 سنين، ورجع لمصر باش يتزوج بنت اللي كان كيبغي. نهار العرس كان نهار كبير عامر بالفرحة. اسماعيل لبس البدلة ديالو ودار الحفل في واحد القاعة في القاهرة. من بعد ما تسالات مراسم العرس، اسماعيل ومراته ركبوا في الطوموبيل ديال الزفاف وخرجوا في طريقهم للدار الجديده. العروسه كانت فرحانه، ولكن اسماعيل بدا كيشعر بتعب وخنقه. العروسه بدات كتغوت والناس تجمعوا باش يعاونوه. مشاو به المستشفى، ولكن كما كيقولوا المكتوب كان قوى. الاطباء قالوا لهم باللي اسماعيل مات بسكته قلبيه مفاجئه. الفرحه ديال العرس تقلبات الجنازه. الموكب اللي كان عامر بالاغاني والضحك ولا عامر بالحزن والدموع. كل شيء رجع للدوار ديالو في مركز منيا القمح، والناس ما بيناتهم كيبكيو وما مصدقينش هذا الشيء اللي وقع. القصه ديالو انتشرت بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي، والناس كلهم كيترحموا عليه وكيقولوا باللي الله يرحمه كان عريس في السماء. هاد الحكاية كتخلينا نفكروا في الحالة النفسية والضغط اللي كيمكن يكون عند العروسة أو العريس في نهار العرس، واللي كيمكن يكون عنده تأثير كبير على الصحة.